تكلمت في فيديو عن تأهل المنتخب المغربي المستحق للدور نصف النهائي. لاحظت إنه في تعليقات كثيرة في الفيديو بتقول لك إنه البطولة دي مبيوعة لصالح المنتخب المغربي. أنا ما جاي هنا أدافع عن المنتخب المغربي. ممكن الإنجازات اللي حققتها الكرة المغربية بمختلف الفئات في الفترة الأخيرة كفيلة بأنها تكون الرد، ده بالإضافة للمنتخب الأول اللي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 22 وأخرج منتخبات زي البرتغال وإسبانيا ويتصدر مجموعة كان فيها بلجيكا وكندا وكرواتيا. ده كله كفيل بأنه يكون رد على الناس اللي بتكتب الكلام ده. لكن أنا جاي هنا أتكلم عن موقف كان مشابه لنفس الموقف ده في نسخة 2019 اللي كان استضافتها مصر. قبل انطلاق البطولة كان في كلام كثير عن إنه المصريين اشتروا البطولة واشتروا الحكام. بدأت البطولة والمنتخب المصري كان بدأ بداية قوية جدا، حقق 3 انتصارات و3 كلينشيت وتأهل لدور ال 16. في دور ال 16 المنتخب المصري واجه جنوب أفريقيا. اتفاجأنا إنه المنتخب المصري خرج أمام جنوب أفريقيا. وقتها الواحد استغرب، هل المصريين رجعوا لهم قروشهم اللي اشتروا بها الاتحاد الأفريقي ولا إنه بضاعتهم طلعت فاسدة؟ لأنه ما منطقي تكتب كلام زي ده والمنتخب اللي إنه كان مشتري البطولة يخرج من الدور الأول. فلو افترضنا إنه المغاربة مشترين البطولة وفي الدور نصف النهائي واجه الجزائر أو كوت ديفوار خرج أمام واحد من الاثنين ديل، أنت اللي قاعد تكتب الكلام ده، هل حتواصل بنفس الكلام ده تقول إنه المغاربة مشترين البطولة؟ يا اخوانا الواحد لما يجي يكتب كلام لازم يكون كلام منطقي، كلام بيدخل العقل، ما انت بس الواحد اي كلام كده بيجي على عقلك او بيجي في راسك بتحاول انك تكتبه. انا ممكن اتفق معاك في انه التحكيم امس كان سيء، في اخطاء لصالح المغرب، في اخطاء لصالح الكاميرون، الحكم يتغاضى عنها. لكن لما تيجي تكتب بانه البطوله دي مبيوعه، الكلام ده يا اخوانا ما منطقي.